اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. معاكم نفرتيتي، والنهاردة هنعمل عيش حلو قوي، سريع جدا. مش محتاج نخمر، مش محتاج ندخل فرن ولا نقف كتير ولا نفرد بنشابة ولا اي حاجة. نعمله في البيت، يطلع بسرعة، سريع، خفيف، حلو. شبه التورتيلا وشبه القطايف. المهم ان انت وانت بتكبي في الطاسه رققيه على قد ما تقدري. معايا نص كوبايه دقيق اسمر، ومعايا كوبايه دقيق انبليتشد. اهو الدقيق الاسمر اللي هو ده بيتجاب من اي حته في امريكا، والجرين سوري والمارت والمارت كروجر تارجت، وده الانبليتشد برضو من نفس الاماكن. يبقى معايا كوبايه ونص، كوبايه انبليتشد ونص دقيق كامل الحبة اللي هو هول ويت. عايزين تعملوا دقيق ابيض خالص انتوا حرين، عايزين تعملوا اسمر خالص انتوا حرين، عايزين تعملوا كله امبريتشت انتوا حرين، عايزين تعملوا كوباية وربع كوباية، تعملوا 3 انواع دقيق، انتوا احرار. يبقى معايا كوباية ونص دقيق، كوبايتين مية. بنفس الكوباية هستخدم نفس العيار. معايا معلقة صغيرة ممسوحة سكر، معايا نص معلقة خميرة، معايا ربع معلقة ملح. هتقولي لي الخميرة، اهي الخميرة وده اسمها، دي بجيبها من سامز او كاسكو او اي مكان، اسمها ييست اللي هو الاسم ده. يبقى دي المقادير اللي هشتغل فيها. ومعايا البوتاجاز، ومعايا طاسة، ومعايا زيت. اهو انا بحب استعمل زيت الافوكادو، صحي جدا دلوقتي. ومعايا خلاط، معايا كبة، معايا عجان، معايا مضرب يدوي، معايا مضرب كهرباء، معايا هاند بلندر، اي حاجة هنخلط فيها المقادير دي كلها مع بعض. هحط المقادير هنا كده اهو مع بعض. ادي الخميرة، ادي الملح، ادي السكر، نعمل كده، ادي الدقيق. طبعا في الوقت ده لازم اولع البوتاجاز واسخنه واسخن الطاسة. اهو بولعه، احط الدقيق هنا اهو، احط المية، كوبايتين المية اهم بحطهم في الخلاط، اي نوع خلاط، اي حاجة عندك. هقفل كده الخلاط. في الوقت ده انا هجيب الطاسة واحط لها نقطتين زيت وامسحها واحطها على البوتاجاز عشان تسخن على ما انا اضرب العيش. امسح الطاسة حلو قوي، والزيت اللي فايض اتخلص منه. هروح اضرب العجينة وارجع لكم. دهنت الطاسة، بضرب العجينة اهو. اهي العجينة اتضربت، واهو الطاسة سخنت. ابتدي اكب فيها كده، واهم حاجة اعملها ايه؟ عجينة رقيقة. بستناها لحد ما تشمع، وابتدي اقلبها زي القطايف بالظبط، زي القطايف، زي الكريب، بنفس الطريقة. اول ما تشمع اروح قلبها الناحية التانية. هي ابتدت تشمع اهي، شايفين؟
اولا العيش ده صحي جدا، مغذي جدا، بتعمليه في البيت بسرعة اهو. مش محتاج غلبة خالص ولا تخمير ولا فرد ولا كل وجع الدماغ اللي بنعمله لما نيجي نعمل العيش. في نفس الوقت بتعمليه وانتي واقفة، يعني اعمليه طازة بطازة قبل الأكلة، مش هياخد منك 3-4 دقايق، مش هياخد أكتر من كده، هو فعلا مش هياخد أكتر من كده. طري جدا، جميل جدا، أحسن من التورتيلا كمان. أنا بجيب كيس التورتيلا ما فيهوش حاجة ب9 دولار، حرام يعني. اللي هو العيش الهيلسي اللي مليان عشان بس أسمر شوية وفيه شوية ردة، فاحنا ممكن نعمل احنا الكلام ده في البيت، هنوريهولكوا اللي هو ب8 دولار. العيش اهو من الناحية التانية كمان، شايفينه؟ ممكن ارققه عن كده، اقلل الكمية وارققه عن كده اهو. اخد غيره، وانا هعمل كده فعلا، هرققه عن كده. كفاية قوي الكمية دي عشان يطلع معانا رقيق خالص اهو. لحد ما يتشمع وابتدي اقلبه الناحية التانية. شايفين العيش طري ازاي وجميل، ولا بينشف ولا اي حاجة. هو طبعا كل ما نعمله رفيع كل ما يكون افضل اهو، زي الكريب بالظبط. عايزاه تلفيه زي الكريب اهو، شايفينه اهو اهو، شايفين ازاي اهو، طري جدا وحلو جدا جدا جدا. التلاجة مفتوحة، هروح اقفلها. انا سايبة التصوير شغال عشان تشوفوه عامل ايه بالظبط اهو. طبعا محدش مدي ايده في الحاجة السخنة، انا متعودة فمفيش مشاكل، لكن محدش يعمل الحركة اللي انا بعملها دي. هعمل معاكم كمان رغيف، وجبت لكم العيش اللي بقول لكم بجيبه ب8 دولار اهو اهو. العيش ده غالي جدا على الفاضي يعني، هو عشان كل الحكاية فيه 8 جرام بروتين و17 جرام فايبر، فمغليينه. هوريكم الرغيف قد ايه صغير، ما هوش كبير، وغالي على الفاضي يعني. احنا بندفع دم قلبنا في عيش، وفي الاخر عاملينه برضو بدقيق ابيض، يا ريتهم عاملينه حتى بدقيق اسمر اهو. يفرق ايه عن اللي انا عاملاه اهو، نفس الطراوه وده احلى اهو. ده عن ده ايه ولا حاجه، بتاعي او اللي انتوا هتعملوه اجمل وافيد وانضف وارخص، وتاكليه طازه بطازه اهو. شايفين الرغيف طري ازاي؟ شايفين الرغيف طري ازاي اهو اهو، لفيه اهو اهو. فرق ايه ولا حاجه، فرق ايه عن ده؟ ده ابيض، ده مسمر شويه، بالعكس صحي اكتر ان احنا عاملينه بايدينا. هخلص المقدار وارجع اوريهولكم. انا كبرته شويه، ده كوبايه ونص بس، يعني انا لحد دلوقتي عامله 5 ترغيفه. وعلى فكره طعمه طعم العيش البلدي، ما يفرقش عن العيش البلدي في الطعم خالص. الناس اللي بتحب طعم العيش البلدي، لو انت بتحبي طعم العيش الفرينو سوري الشامي، يبقى اعمليه بالدقيق ابيض. لو انت بتحبي الان بتوين اعمليه بالبليتشد بس. اللي بيحب الهيلسي يبقى يعمل اللي انا عاملاه، او يعمله باسمر خالص كمان. بس لما بيبقى اسمر خالص بيبقى صعب قوي، فلو عايزينه تعملوه هيلسي اعملوا كوبايه سمراء ونص كوبايه امبليتشد. شايفين الحواف ابتدت تفصل ازاي كده، يعني هو جاهز
اني اقلبه. شايفين اهو. بسيبه على الوش التاني حوالي دقيقة واطلعه اهو. تاني الحواف ابتدت تفك. شايفين شلتها بمنتهى السهولة ازاي. احطها كده برضو دقيقة وارجع لها. ده اخر رغيف، ده الرغيف العاشر. عمل 10 رغيفة، كوباية ونص. ما كلفنيش اي حاجة. زي ما بقول لكم انا بجيب الكيس ب8 حاجة و90، يعني $9، يعني $10 بعد التاكس. ما كلفنيش اي حاجة. سريع يعني ال10 رغيفة دول في نص ساعة نكون مخلصينهم. ده نص ساعة كمان كتير. مش محتاج لا غلبة ولا بنفرد ولا بنقف نستنى نخمر ولا الكلام ده كله، ولا نرش دقيق ونفرد ولا نبهدل الدنيا. اهو انتوا زي ما انتوا شايفين قاعدة وبعمل ومية مية اهو. شايفين طلع ازاي. اروح نازلة كده وجايباه بالسباتيولا اهو، واسيبه دقيقة وبعدين اطلعه. ده انا لسه اهو مطلعاه اهو. مش عارفة باين عندكم اهو على الصينية اهو، ولا محتاجة اغطي ولا حاجة. هو شايفين طري ازاي. شايفين اهو، ولا محتاج نغطيه ولا اي حاجة. في منتهى الجمال، صحي جدا جدا جدا. اتمنى تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم، واتمنى الطريقه تعجبكم. وعايزه اقول لكم حاجه كمان. احنا بندهن الطاسه دي مره واحده في الاول، لو طاسه من الحاجات اللي هي ما بيلزقش فيها الاكل. طبعا لازم تكون طاسه كده، بندهنها مره واحده وخلاص، ما بندهنهاش تاني. فارجع تاني اقول لكم اتمنى تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم، وتكتبوا لي تعليقاتكم. واشوفكم على خير في الفيديو القادم باذن الله. باي باي.